أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى عباده بقصر الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وغلب أوروبا غربا. علمائي وآبائي وإخوان الله، أحييكم بأجمل التحية الإسلامية الرنانة المأمورة بالدستورين، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي رابعة إبراهيم يوسف من مدرسة للشيخ أمين عبد الله للتعليم علوم الدين جاهم قبس. وقفت بين يديكم لأذكركم بعضا من سيرة السيد الأنامي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشريفة. أولا، قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مكة المكرمة في شهر ربيع الأول المدعو بعام الفيل، وهو من قبيلة القريش العدناني العربي. ولقد توفي والده وهو في بطن أمه، وتوفي أمه وهو في سادسة من عمره، ونشأ يتيما كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، أي نشأ لا أم له ولا أب. في التاسعة من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب تجارة، هي سفرته الأولى. ولما بلغ عمره 25 عاد إلى الشام مرة ثانية لتجارة للسيدة خديجة بنت خويلد معها خادمها ميسرة. بعد رجوعه من هذه الرهان بنحو شهرين تزوج بالسيدة خديجة. ولقد استهار النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه جميع الخصال المحمودة كالصدق والأمانة والحياء والحلم والتودع والزهد، حتى لقبوه بالأمين. وكان قومه وعشيرته يحبونه حبا عظيما، وقد حفظه الله منذ صغره من أعمال الجاهلية، ولم يشرب الخمر ولم يحضر للأوثان عيدا ولا احتفال. وكرم الله قبل النبوة بمعجزة التي دلت عظيم مستقبله منها تسكير الغمامة له في سفرته الثانية إلى الشام. وحينما بلغ عمره 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ودعا الرسول بدعوة السرية. أول من آمن به من النساء سيدة خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب. ولقد استمرت دعوة السرية 3 سنوات خوفا من مفاجأة الناس بأمر لم يعرفوه ولم يسمعونه. وبعد ذلك أمره الله بالجهر حينما نزل عليه قوله تعالى: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأقف هنا لأن الوقت لا يسامحني. لا عام آخر، كل عام وأنتم بالخير. في صلاة. Kalmanta ku taɓa subscribe ku kuma danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen.